الصداع النصفي اللي بيجيلي كل آخر يوم بسبب التفكير بيفرتك دماغي. كل ده بيبقى ناتج من ايه؟ او لما بفرد جسمي على السرير وافضل باصص للسقف وافتكر كل القديم اللي عدى عليا من مشاكل وحوارات وزعل وزعيق وخنقة وقرف وضيقة وانجذاب وانسحاب وكل الحاجات دي ما بيجيش في بالي إلا سؤال واحد: ليه؟ ازيكم؟ انا ستيفن هاني، وده بودكاست الانتقال من اليأس الى اللبس. اعزائي المستمعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة نفسية سليمة. طيب، انترو بسيطة لناس بسيطة من شخص بسيط. طيب، تاني، موضوع حلقتنا النهاردة ممكن يكون غريب شوية. الحلقة دي يعني هتتسجل مرة واحدة، ما تسجلتش خلاص، عشان انا كل ما باجي احزق على حلقة عشان تتعمل بتبوظ مني، فالحلقة دي مش لازم تبوظ نهائي. طيب، ليه؟ هو موضوع حلقتنا النهاردة علامة الاستفهام الكبيرة اللي بتدور جوه عقول كل شخص فينا. ليه بنفكر كتير قوي وقت النوم؟ بشرط انا واحد مثلا شغال عتال، يعني واحد طلعان 3 ميتين في شغله مثلا، يرجع البيت يبقى خلاص هيموت وياكل الاكله ويشرب الشوربه بتاعته ويروح يخش ينام. وفي ناس بتخش تنام من غير اكل وجسمه يبقى مهدود وهيموت وينام، يحط دماغه على المخده يلاقي نفسه ولا كأنه حقن اسبريسو في عروقه، كأنه شرب ربع كيلو بن برازيلي. ليه؟ ويفضل يتعاد السؤال: ليه؟ طيب، ليه السؤال ده انا قلته لحد قبل كده. ليه؟ هل علشان احنا مثلا كنا مقصرين؟ الحالة دي ممكن تكون مش طويلة قوي، بس او ممكن تكون طويلة، يعني على حسب، مش عارف. شد الحاجة الحلوة اللي انت بتحب تشربها او تاكلها او ايا كان وتعالى حلق عليا. ليه؟ علشان احنا عندنا مشكلة في عقولنا احنا كبشر، او في فئة معينة من البشر، وهي فئة السقالين. مش السقالة اللي بنطلع عليها، الناس اللي بتسأل كتير. مثلا انا واحد بيحب الفن، بيحب يتفرج على لوح، بيحب يرسم على الرغم ان هو ما بيعرفش يرسم، بيحب يمثل على الرغم ان هو مش مدرك على حوار التمثيل بنسبة 100%. وده اكيد مفيش حد فينا في الحياة بيعمل حاجة بنسبة 100%. ده حتى المدير ساعات بيخستع في الشغل وما بيشتغلش 100%. مفيش حد فينا وصل لنسبة 100% غير اللي سبقونا ورحلوا، دول اللي ممكن نقول عليهم ارتاحوا بنسبة 100%. فليه احنا بنوصل للمستويات الكبيرة جدا من اسئلة الليه؟ يعني ممكن يكون حد لسه مفركش يفضل يقعد الليل كله يسأل نفسه: ليه هي بعدت عني، او ليه هو سابني، على الرغم ان هما ما شافوش مننا غير كل خير. طب مثلا لو حد في الشغل، طب انا ليه اتطردت من الشغل على الرغم ان انا طلع 3 ميتين سلسفيل اللي خلفوا اللي جابوني علشان اثبت نفسي في الشغل ده؟ واسئلة كتير، حوارات بتدور، واسئلة بتفوت، ومشاكل بتفور جوه دماغ الواحد اللي بيفضل قاعد طول الليل يسأل نفسه. يعني انا سبب اللي خلاني اعمل الحلقة دي دلوقتي هو ان انا داخل بيتي من الساعة 12 ولحد دلوقتي الساعة 4 و16 دقيقة ومش عارف انام، قاعد بتفكر في القديم. طب ليه يا عزيزي المستمع؟ ليه قاعد بتفكر في زمان، ايام ما كنت مراهق، ايام ما كان عندك 15 و16 و17 سنة، ارتكبت اخطاء كانت بنت وسخة شبهك؟ مفيش مشكلة. يعني بص انا عارف ان انا يعني ممكن يكون لساني زفر الحلقة دي، بس ايه، لازم نكون فاهمين وعارفين حاجة، ان انتوا او احنا
لو هنكون قصرنا في شيء هنكون قصرنا في حق نفسنا، مش في حق حد. احنا ما قصرناش في حق حد. ورسالة لأي حد قصر في حق أي حد: معلم، عادي، عادي انك تقصر، خلاص. يعني اللي حصل حصل. انت بتجلد في ذاتك ليه دلوقتي؟ يعني انت ليه ماسك نفسك وعمال تخرق في عظمك وفي لحمك وفي دماغك وفي شرايينك وفي دمك وفي الهرمونات اللي جوه جسمك، وان انت مش عارف تنام لحد دلوقتي بسبب شوية ناس مش موجودين. اصل انا عملت كذا السنة الفلانية، فينك يا سامية دلوقتي؟ كان زمانك واقفة معايا. يا اخي احرق يخرم ام سامية على اللي جاب سامية، على ابو سامية، على ام سامية، على سامية ذات نفسها. انت ايه المشكلة؟ انت ايه الحكاية يعني؟ فليه يعني؟ ليه تدوش حالك؟ ليه تمسك نفسك من رموشك ومن صابع رجليك الصغيرين، وتمسك حالك كده عمال تحرق في نفسك وتحرد في اعصابك؟ كل ما تفتكر مواقف او اشارات قديمة تحزن وتتضايق وتكبت جوا نفسك، وتقعد تمسك ملذاتك دي تشمطها وتقول لها مفيش، مش هتطلعي. عندنا موجة زعل النهاردة. عايزين نفتكر من كام سنة لما كان في بنت كويسة هي كانت بتحبنا، واحنا كنا بنلعب بمشاعرها شلح. ليه؟ بجد يعني احنا بنعمل كده ليه؟ احنا ليه ماسكين نفسنا عمالين نزل في ميتين امها كده ليه؟ هل احنا لاننا ناس وحشين؟ لا. طب هل لاننا احنا بشر مش كويسين؟ لا. طيب، نسخة زمان باخطائها هي الزمان، ودي حاجة انا ادركتها. بمعنى، طول ما البني ادم وهو كبير بيبص على نسخته وهو زمان ويقول ايه القرف اللي انا كنت بعمله ده، يبقى احنا كده على اول طريق الصح. يبقى احنا كده فعلا بنتحسن زي ما كل الناس الكبيرة بتقول. على فكرة، على فكرة، انا كنت اكتر واحد زمان كان بيكره كلام الناس الكبيرة، لحد ما اتفاجئت في يوم من الايام بقيت باصص لنفسي وباصص للناس اللي بتكلم معاها، وبقيت بتكلم باسلوبهم. بقيت بستغرب قوي والله، اللي هو انا بقيت بتكلم بنفس اسلوب الناس الكبيرة. سوري في اللفظ، احا، انا ما كنتش كده. مين فين ستيفن اللي كان بيقعد يهق ويمق ويهق ويعق ويقعد يقاوح مع الناس الكبيرة ويقول لهم لا انتوا غلط وانا صح؟ كان عنده شغف ابن وسخ بصراحة. انا كنت بستغرب نفسي زمان، انا ازاي كان عندي الشغف ده كله ما عملتش بيه اي حاجة؟ وهنا برضو يجي سؤال تاني: ليه ما استغلناش طاقتنا بالاسلوب الصحيح؟ في كمية اسئلة النهاردة ممكن نطرحها سوا ونرد عليها. كلهم بيبدأوا بليه. فتعال مثلا نتناول بعض الاسئلة دي. على فكرة، الحلقة دي غير محضر لها بالمرة، فالحلقة دي من افاق عقلي. فيا ريت يا ريت يا ريت لو عندك اي اسئلة او اي حاجة تكتبها تحت. انا اول مرة اذكر الموضوع ده في بداية الحلقة، فيا ريت ما تنسوش. المهم، ليه بنيجي قدام مراياتنا بالليل؟ بالنسبة للناس المصابة بالتفكير الكتير، تقف قدام المراية تفضل تسأل نفسها طول الوقت ليه. مثلا شخص كان تخين تختوخة كبير فشخ، واقف قدام المراية بيتفرج على جسمه وقد ايه اتشفط، ويسأل نفسه يقول ليه ده حصل ليه؟ طيب، هو ممكن نغير صيغة السؤال ونقول ازاي؟ طيب ازاي ده حصل لي؟ عن طريق اكتر من شيء، عن طريق اكتر من شيء واكتر من سبب واكتر من اسلوب. اول حاجة بسبب ان انت كنت غبي. انا اسف ليك يا عزيزي المستمع او يا عزيزتي المستمع. اللي يعرف ستيفن كويس يعرف ان هو شخص مهاجم شوية في الحتت دي. يعني لو عارف ان انت غلطان انا مش هحلك غير لما اجلدك، ليس تعذيبا ليك بل هو عشان انورك. وللعلم بالشيء انا بنورني معاك، ده بجد. انا واحد من الناس كنت زمان مثلا فوق 90 كيلو، ده بجد يعني، اكتر كمان من 90 كيلو.
والعلم بالشيء انا كنت تختوخة فشخ. اي حد يشوفني دلوقتي ممكن يستغرب انا ايه ده، هو ده الشاب 60 كيلو دلوقتي. وبشرط انا خسرت ال30 كيلو دول مثلا نقول في سنة ولا حاجة، خسرتهم نزلتهم كده يعني كنت كل شهر تقريبا بنزل 4 5 كيلو. ده بجد بدون اي يعني بدون اي تقليل في التفاصيل. طب ليه كل ده حصل؟ علشان زعلت، عشان سبت للزعل المجرى انه يخش لحياتي، علشان ما كانش في حياتي تفاصيل كتير على قد ما الزعل قدر يوصل لي. فكنت بستغرب وبقول ايه ده ستيفن، هو احنا كده؟ عندي مشكلة اليومين دول بواجهها لما بشوف حد تختوخة، بقعد اقول له اوعى تخس، انت كده زي الفل، انت شكلك كده جميل، شكلك امور، خدودك حلوين، اسلوبك جميل، قلبك ابيض، فكك من الوزن وفكك من طبقات الدهون دي، ما بتاكلش عيش، انت جميل من غير اي حاجه. فيقعد يضحك ويفتكرني بكبر خاطره، على قد ما انا ببقى فعلا مش بكبر خاطره، على قد ما انا ببقى بحس ان انا بكلم نفسي. اي حد عامه هتلاقيه بينصح، هتلاقيه ممكن يكون بيوجه بعض الرسائل لنفسه. فرجاء محبه، ما تسيبش لنفسك حاجه او فرصه تعدي عليك الا لما تحس انك فعلا عايز تعمل كده. ودي لنفسك فكرة انك فعلا لازم تحس. عندي مشكلة تانية، وهي اني قربت افقد الاحساس تماما. ازاي؟ طيب، كنت من فترة لوحدي تماما زي الفترة دي، لا ليا صاحب ولا صديقة اتكلم معاه، ماليش غير صاحب واحد وهو مسحول في حياته، وانا نفس الحوار، جدول شغله غير جدول شغلي فما بنشوفش بعض، فبنقعد نصيح على احزان بعض. ففي مرة من المرات اللي كنا بنصيح فيها افتكرت ايام ما كان عندي بفة كده، كانوا ملمومين حواليا في عرض المسرحية اللي انا كنت شغال فيها. وعمري ما هنسى المنظر ده بصراحة يعني. بعد ما خلصت المسرحية، وانا على الخشبة اغمى عليا مرتين. مرة بعد ما خلصت الدور بتاعي، كان ليا دور جندي، بس جندي مثابر شوية، عنده طاقة في شوية حيوية. يعني انا كنت ساعات باخد شوية طاقة من الدور عشان اكمل في حياتي، ودي حقيقة بجد. الموضوع ده ممكن يكون مؤسف ليا او حقيقة قاسية شوية عليا، لكن اوكي. ليه ده كان بيحصل؟ بسبب ان انا ما كنتش عارف احس بشيء، كنت ضايع من الاحاسيس، كنت منتهي بسبب ان انا اتصفيت، بسبب ان انا كنت لوحدي. ف بعد ما خلصت العرض، لقيت شلة من زمايلي ملمومين حواليا وماسكيني ورافعين طايرين بيا السما. كنت بحاول استلذ باللحظة دي، على الرغم ان هي كانت لحظة انتصار بنت حرام. يا باشا، انت الوحيد اللي اتعمل لك بروباجندا في المسرحية، انت الوحيد اللي الناس حواليك قاعدة تتلف كده وتشير وتنزل فيك، بقيت انت في عيون الناس كلها بطل، على الرغم ان انت ما طلعتش قلت غير جملتين 3 4 5. بصيت في عيون الناس لقيت حب، لكن هل حسيت؟ لا. ده كله ليه؟ علشان نسيت، وما بقيتش فاكر غير السؤال الليه. عشان كده دايما بقول ليه ليه السؤال بتاع ليه هو اكتر سؤال بيسرطن على عقولنا، ومش بيسيطر، هو بيسرطن. ليه بقول بيسيطر او ليه ما بقولش بيسيطر؟ علشان السيطرة يمكن التحكم فيها حتى لو بعد مئات السنين، لكن السرطنة صعب جدا ان احنا نتحكم فيها الا بالتدخل المباشر والسريع. علشان نقدر نجاوب على سؤال ليه، او علشان نخمد نار الليه، لازم نعمل اكتر من حاجة. زي ايه؟ زي ان احنا نجيب السبب المباشر
اللي ادى لسؤال ليه. نجيبه قدام السؤال ونواجهها، نحط الليه قدامها الإجابة، نحط السين قصادها الصاد. طب ليه؟ علشان ساعتها هنريح العقل من تكرار الدايرة المملة. يعني جت عليا فترة الله يرحم أيامها الإكس، يعني أنا ربنا حاطط فيا خصلة جميلة جدا، ودي مش نرجسية لكن هو قبول للذات. هو ان انا لما بشوف حد بكرهه او مش بكرهه، انا ما بكرهش حد عامه، لما بشوف حد انا ما بقيتش اتعامل معاه، مش مخلوق جوايا ضغينه ليه. يعني انا حتى لو مثلا قطعت مع حد ما بيبقاش في من ناحيته ضغينه. الله يسهل لك، مش مشكله يعني. ربنا يسامحك او ربنا ياخدك يعني ايام اقرب. لا بجد يعني، عندي تسامح شويه هنا في قلبي. وده طبعا ده بيبقى فروق فرديه، يعني كل حد بيبقى ليه كده ايه، حته صغيره كده، صغيره بنبقى حاطين فيها كل الحاجات القديمة فيها وراكنينها. ف الاكس الله يعني يسامحها ويسهل لها امورها ويجعلها في احسن مكان. يعني لما كانت في مرحلة مص الدم ليا، انا كنت عارف ان انا وهي ما كناش هنكمل. ليه؟ لان القادرة بنت القادرة، وانا نفسي اغير اللفظ لكن عيب مش هينفع علشان عاداتي وتقاليدي، يعني ما ينفعش اغيرها بسبب لا مؤاخذة. يعني واحدة سابتني في نص الشارع ومشيت، وانا بعترف الاعتراف ده عامة على الملأ وما بيفرقش معايا. في واحد، يعني هو مش واحد، هو صاحب الشغل اللي انا فيه حاليا، حتى لو سمع الحلقة دي احب اشكره جدا. قال لي من غير غلط عمرك ما هتتعلم. فما تبسطش لما تفضل تعمل الحاجة دايما بشكل ممتاز. الحاجة اللي بتعملها بشكل ممتاز هو انت متقن فيها، لكن الحاجة اللي غلطت فيها ده مش معناها ان انت سيء فيها. بالعكس، انت ممكن تكون محتاج تغلط عشان تتعلم وبعد كده تعملها بالاسلوب الصح. افضل اغلط وتعلم، المهم ان انت لما تتعلم ما تغلطش. ف من ساعتها وانا عرفت ان انا والبت دي مش هنكمل. طب ليه؟ علشان الحركة دي. فبقيت بحاول دايما اني اثبت للي قدامي ان انا شيء، على الرغم من ان انا عارف ان هو بايع. طب يا ستيفن ده مرض، انت بتعمل كده ليه؟ علشان ارحم دماغي من سؤال اللي يا جدع. يعني انت كنت بتحاول في علاقة كانت فاشلة وانت عارف انها فاشلة علشان ترحم دماغك من سؤال اللي. طب ليه تاني؟ انت غبي ولا ايه؟ طيب نشرحها بالراحة. ليه انا قعدت ادور وافكر واحسس وامسس والاسلس للريليشن شيب المريضة دي، اللي للعلم بالشيء ليس طرف فيها واحد هو اللي كان مصاب بالمرض، على الرغم ان هما الاتنين كانوا تعبانين. فما ينفعش تعبان يبقى مع تعبان، ودي كانت حاجة لازم انا ابقى عارفها من بدري. ما ينفعش تعبان يبقى مع تعبان، ما ينفعش مكتئب يبقى مع مكتئبة، على الرغم ان هما الاتنين ممكن يطلعوا ببعض، لكن النزلة بتاعت حد فيهم هتخلص على التاني وهتخلص على الاول. بدل ما احنا كنا جايبين الدنيا عشان تتصلح، احنا خربنا الدنيا واللي كان متبقي من الدنيا القديمة. فليه البني ادم بيحاول يدور على الحلول المباشرة؟ علشان هي اكتر الحلول اللي بتخلص على سؤال الليه. تخيل كده معايا يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، لو كان كل حد فيكم جرب ودور على اجابة السؤال اللي كان مش عارف ينامه الليل، وجات له الإجابة دي بشكل مباشر قدامه. يعني مثلا فلان بعد عني، اللي بعد عني ده جالي دلوقتي حالا وانا بفكر وبقول ليه، وقال لي الإجابة، وقال لي انا بعدت عنك عشان 1 و2 و3. انت هيبقى قدامك حاجة من الاتنين، يا تواجه يا تسيبه يمشي، وديك عرفت إجابة سؤال اللي، وتبدأ من هنا رحلة التغيير. ده كان أول حل
لسؤال الليه. طيب لو ما كانش بقى في حل مباشر، بنتصرف ازاي؟ ايه يا واد يا ستيفن دور، يا واد يا ستيفن دور. بفكر بصراحة بس مش لاقي. يعني انا دايما بحب الحلول التراك مرة واحدة كده اللي هي بتخلص، علشان ارحم نفسي، علشان قلوبنا بقت ضعيفة قوي. الاجيال اللي طالعة على الدنيا دي اللي هي من سن 16 15 14 13 19 20 21، الناس دي طالعة ميتين ابوها يا جدعان. والنبي لأي صاحب شغل، رفقا بهؤلاء الناس، لأي أب ولأي أم ولأي أخ ولأي أخت، رفقا بهؤلاء البشر، عشان الناس دي خلصانة. الحل التاني لسؤال ليه؟ طيب خلينا دايما نبقى متفقين ان اي حد بيحل لوحده هو فاجر. ده بني ادم قادر، ده بني ادم يعني خلاص فاضله شويه مثلا وبيبقى بيعمل حمام كلوركس بجد، اللي بينظف الارضيات ده، اللي بينظف الوساخ. بجد انت شخصيه فجر يعني، علمني يعني. انا خدامكو حسين، بجد والله انا خدامكو حسين. تعالوا علموني ازاي بتحلوا مشاكلكم لوحديكم. مع دراسة انا عملتها، نقعد بس كده، مع دراسة انا عملتها واستكشفتها مع حالي، اكتشفت ان الانسان ممكن يتجه لاي حاجة جديدة لما يقابل اي مشاكل. ايه؟ تاني. دراسة اللي انا اكتشفتها ان الانسان لما بيكون مثلا في حالة وحدة او لما بيبقى عنده اسئلة ليه كتيرة، بيحاول ان هو يشغل عقله بحاجات جديدة. هل ده صح ولا غلط؟ صح، مظبوط. مثلا انا لو واحد كنت في فترة الديبريشن اللي انا كنت فيها دي، لو كنت فضلت فيها لوحدي كمان، من غير شغل، من غير تعليم، من غير اي حاجة، انا كان زماني ميت، او كان زماني قتلت اللي خلق في دماغي سؤال الليه. فبالطبع الحل الامثل من بعد الحلول المباشرة هو الحلول الجزئية. الحلول الجزئية دي هي انك تدور على الحاجات اللي ناقصك انت كشخص عقله تسبب ليه سؤال الليه. حاول تغير صياغة سؤال الليه، وحاول تعمل حركة قاسية. بص اللي جاية دي، حاول تدور على سؤال تاني يشغل بالك غير الليه. طب ليه؟ علشان ببساطة شديدة سؤال الليه مش هينفعك. تخيل مثلا لو وصلت لحل مشكلتك العلاقية مع البنوتة اللي اسمها فلانة بعد ما سبتوا بعض ب3 سنين، كنت هتعمل ايه؟ خلاص انت عرفت ان هي انت عندك ضعف جنسي، هي مش عايزة تشم ريحة عرقك يا عم، انت عيل معفن متستحماش مثلا يعني. وماذا بعد؟ اديك جبت اجابتي ليه. فانت حدد اولوياتك، دور على اللي فعلا تستاهل انك تجاوب عليها. انا مثلا سامي انت سبتيني ليه؟ عشان انت ريحتك وحشه، انت محتاج ان انت تستحمل. سامي انت سبتيني ليه؟ عشان انت مش شغال، متعرفش يعني ايه حياه عمليه. انت عايز واحده تقعد تطبطب عليك وتحضنك وتعمل لك اوضاع غير سليمه بالمره وبس. لكن فين انت؟ انا ايه؟ انا فين؟ انا ازاي؟ استكشفت ده بعد مليارات من المحاولات الفاشلة مع البشر المهزوزة نفسيا والسوية نفسيا والمخروقة نفسيا، ولا مؤاخذة في اللفظ، ولاد كلهم. اتعاملت مع كمية بشر العين المجردة ما تصدقش ان دول موجودين اساسا. فانت صنف سؤال الليه بتاعك، دور على ليه فعلا تستاهل الاجابة، بدل ما تقول ليه هي سابتني، قول انا ليه بقيت رفيع قوي كده، انا ليه ما باكلش، ليه ما بشربش، ليه ما بصليش، ليه ما بنزلش، ليه ما بروحش، ليه ما بجيش، ليه ما بشتغلش، ليه ما بجيبش فلوس، ليه ما بفكرش في مستقبلي، ليه ما بساعدش اهلي، ليه ما بنزلش بهتم بنفسي، ليه ما بلعبش رياضه، ليه ما بحسنش من نفسي، ليه ما بحسنش من لغاتي، ليه ما بحسنش من كذا. عمري ما هنسى اليوم اللي انا كنت رايح بسال فيه لحد على شغل، لقيته وبيقول لي خد كورس فرنساوي. كورس فرنساوي بوشك ابن الوسخ ده؟ يعني انا يوم ما هعطل مش هروح اجيب كورس فرنساوي واخده؟ اه
اكتشفت فعلا ان كلامه كان مهم. اي حد كان بينصحني في عز ايام الوسخه اللي انا فيها دلوقتي دي، كان بيقول لي يا ابني قرب من ربنا. بص عايز اقول لك على حاجه يا عزيزي المستمع، انا وانت وكلنا عارفين ان ساعات انا بقول ساعات ما بيبقاش ليها علاقه بالبعد او القرب عن ربنا، لكن 90% من الاوقات اللي فعلا البني ادم فيها بيتحط في تجارب وحشه كتير بتبقى فعلا بعيد عن ربنا. فحط من احتياطاتك واولوياتك العظمى دي. عشان كده لما اي حد مننا بيبقى تعبان نفسيا اول ما بيسمع اي حاجه ليها علاقه بالانجيل او القران بيتعب او بيضعف، مش بيضعف على قد ما هو يا رب، فاهم؟ فدور على الليه الاولويه وليست الليه الثانويه. احنا مشكلتنا ان احنا عينينا دايما على الليه اللي هي العابره، اللي رايحه مش راجعه، على الرغم ان الليه بتاعت الرايح جاي قاعدة بتتنطط قدام ميتين اهلك طول اليوم وطول الليل وطول النهار، وانت قاعد زي خيبتها. انا اسف، مش زي خيبتها، لكن قاعد مستسلم. بسبب ايه؟ بسبب ان واحدة سابتك، او بسبب ان البرفيوم بتاعها كل ما بتشمه بيجيبك الارض، او بسبب انك لما بتشوف حد شعره طويل زي حالاتي قبل ما احلقه بسبب الدبريشن اللي كان عندي وما زال عندي بقى بيجيبني الارض. على الرغم ان انا بفرح لاي حد شعر طويل، بروح اقول له انت شعرك جامد فشخ على فكره، على الرغم ان بيبقى في ناس مش بيبقى لايق عليها، لكن انا كنت محتاج ان حد يقول لي كده. ليه؟ علشان انا كنت استاهل ده. انا كنت استاهل ده. كل واحد فينا يستاهل انه يتشاف بالطريقه اللي فعلا يستاهل يتشاف بيها، ما يفضلش يقعد يسال ويقول ليه. كل حاجه في الدنيا اكيد ليها سؤال ليه، لكن المهم مش ان الاجابه على كل الاسئله، المهم فعلا هو انك لما تجاوب على المهم اللي يستاهل الإجابة، تجاوب على اللي فعلا يستاهل وقتك. أنا دلوقتي عندي 20 سنة أو هتمل 20 سنة بالظبط بعد شهر. النهاردة 20/8/2024، عيد ميلادي هو 20/9/2024. زي النهاردة الشهر الجاي هكون على خشبة المسرح، هحتفل بعيد ميلادي على خشبة المسرح. ودي كانت أكبر أمنية من أمنيات حياتي إن عايز أحققها، وديني قدرت إن أحقق الأمنية دي، أو هقدر لو ربنا اداني القوة، ولو عقلي بطل يسأل أسئلة ليه. أتمنى إن أنا أقدر، أتمنى، وأتمنى إن كل اللي حواليا فعلا يقدروا إن هما يتغلبوا على سؤال ليه. طب أنا حققت وأنا قدرت وأنا رحت، أنت فين؟ هنفضل واقفين مستنيين؟ طب يا عم حققت وغرور العظمة فشخ دماغك، مفيش حاجة تانية نفسك تحققها؟ بدل ما تفضل باصص للمراية وتبص للسواد اللي تحت عينيك، اللي عندي وعندك والله، مش عندك انت بس. مش ناويين نعمل انجازات جديدة؟ مش ناويين يلا بقى ولا ايه؟ عامة انا فخور بكل مجهود لكل شخص حاول في كل اتجاه، بكل اسلوب، بكل طريقة، بكل نتيجة طلعت منك. فخور بيكي بكل اسلوب، بكل اتجاه، بكل تجربة جربتيها فشلت سواء كان او نجحت. انا فخور بيكم كلكم، وهفضل فخور بيكم، وهفضل فخور بيه، على الرغم ان انا الايام دي انا في اضعف ايامي النفسية، ويمكن بقيت ببكي اكتر ما بقيت بتمشى، لدرجة ان انا ما بقيتش عارف انا بعوم ولا بجري من كتر الزعل والعياط والخنقة والضيقة. لكن هفضل فرحان ان فعلا اتحطيت في التجربة دي، وهفضل فرحان ان انا لما هعديها لوحدي، مش بسبب حد او مش بسبب كتف حد. انا كنت الكتف ليه، انا كنت الكتف ليه، وانت كمان كده. شكرا لكل من استمع لتلك الحلقة، وعارف انها ممكن تكون مش هتجيب ريفيوز كتير او فيوز اصلا، من 3 ل5 فيوهات، و3/4 ناس انا عارفهم، وفي ناس لا اكيد، لكن شكرا ليكم. هنتقابل في حلقات تانية اكيد،
واكيد هيجيلنا سؤال الليه، بس بعد كده نعرف نجاوبه.